الآن للمزيد والاطلاع على آخر التطورات والمعلومات الموجودة في سامراء ينضم إلينا مراسلنا من صلاح الدين عمر السامرائي. مساء الخير عليك عمر، وما هي التطورات لديك؟ مشاهدينا الكرام، نحن وإياكم في محافظة صلاح الدين وتحديدا في قيادة عمليات سامراء. بالنسبة للحادث قبل تقريبا 4 ساعات، الساعة 6:30 مساء، اتجهت قوة من بغداد باتجاه نينوى لتأمين الحماية لوصول يوم غدا السيد رئيس الوزراء إلى يعني حسب ما تشير المعلومات إلى محافظة نينوى. هذه القوة اتجهت من بغداد ووصولا إلى مدخل مدينة سامراء في السيطرة المشتركة، السيطرة المركزية. تم توقيف هذا الرتل ولم يتم يعني إدلاء بالمعلومات. السيطرة هذا الرتل انهم منين جايين وين رايحين حتى يعني ياخذون اجراءات ويتم مرور هذا الرتل، لكن هذا الرتل من جاء من بغداد لم يدلون بالمعلومات وهذه القوى المتابعة، وتم عبور هذه السيطرة من خلال يعني هذه القوة. وعند السيطرة الثانية تم النداء للسيطرة الثانية والوقوف امام هذا الرتل، وبالتالي يعني حصلت اشتباكات بين هذه القوة والقوة المشتركة الموجودة في السيطرة. ليست فقط هذه السيطرة يعني في قوات سرايا السلام، وإنما يعني قوة مشتركة من الشرطة الاتحادية، من الحشد الشعبي، وأيضا قوات سرايا السلام. تم الاعتداء على هذه السيطرة من قبل هذا الرتل، وبالتالي هذا يعني تم اطلاق النار عليهم من هذه الجهه، لان لا جهه غير معروفه، ولم يتم يعني ادلاء بانه هذه القوه تابعه لرئاسه الوزراء. فيما بعد تبين انه هذه القوه تابعه لرئاسه الوزراء. هذا الحادث يعني وصل يعني قبل ساعه او ساعتين من الحادث السيد حاكم الزاملي والاجتماع مع القيادات الأمنية في يعني قيادة عمليات سامراء، وأيضا القوات المتواجدة في سامراء للوقوف على أهم الحادث. أتت أيضا طائرات من بغداد لانتشال القتيل من والجرحى من مكان الحادث. إذا هذه الطائرات التي تتحدث عنها مكلفة بحماية نعم زينب. هذه الطائرات التي تحدثت عنها التي انتشلت الجثة أو عالجت الموقف هي ذات القوة التي أشيع بأنها أرسلت من بغداد إلى صلاح الدين لتعزيز الموقف هناك. أيضا سمعنا بتشكيل لجنة يعني خاصة من قبل السيد حيدر العبادي لمعرفة ملابسات الحادث. نعم، السيد حيدر العبادي بالنسبة لي يعني وقف على هذا الحادث، وأيضا أصدر أوامر بتشكيل لجنة للتحقيق بهذا الحادث، وأيضا الطائرات التي أتت لرفع هذه الجثة لأنه تعود إلى السيد عماد أو شريف إسماعيل آمر لواء 57 التابع لرئاسة الوزراء. مثل ما ذكرت زينب ان هذه القوة تمتثل للقانون ولم تتوقف في السيطرات. يعني اليوم القوة المتجهة، اي قوة تتجه نحو السيطرة يجب عليها او يعني المتعارف عليه انه يدلون بانه هذه القوة تابعة لفلان شخص حتى يتم مرورها، لكن هذه القوة لم يتم أو لم تمتثل للقانون وعبرت السيطرة بدون تفتيش ولا تدقيق في يعني هذه القوة. وضحت مراسلنا من محافظة صلاح الدين عمر السامرائي. شكرا جزيلا لانضمامك لنا في برنامج الساعة ولهذه المعلومات.